بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ابناء طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهارده باذن الله هنحل تمارين 7 على العددين المترافقين من كتاب المعاصر. اول سؤال معانا بيقول لي اكتب مرافق كل عدد من الاعداد الاتيه. يعني ايه مرافق العدد الاول قبل ما نبدا نكتب؟ يعني انا لما يكون عندي عدد زي جذر 4 زائد جذر 5 وعايز المرافق بتاعه، المرافق بتاعه انا احط عادي جذر 4 وده جذر 5 وبغير الاشاره اللي في النص، يعني هنا زائد بخليها هنا ناقص، ولو كانت هنا ناقص بخليها هنا زائد. ده المرافق بتاع كل عدد. المرافق ان انا بغير اشاره ايه حد من الحدين عشان يعني فبنغير اشاره اللي في النص عشان يكون مرافق العدد. طيب لما يجي يقول لي عايز مرافق جذر 5 زائد جذر 3، خلاص احنا قلنا بنعمل ايه؟ قلنا هنحط ادي جذر 5 وده جذر 3 والاشاره هنا موجب هتبقى سالب. طب هنا 5 ناقص 2 جذر 7 ده 5 وده 2 جذر 7 والاشاره هنا سالب تبقى موجب. طب هنا عشان اجيب المرافق ده لازم اظبط الاول الاتنين على جذر 2 دي. ليه؟ لان احنا عارفين ان المقام ما بيحبش الجذور، فانا هاخدها اظبطها الاول. فانا هقول له ايه؟ هنقول له جذر 5 زائد 2 على جذر 2 ماشي بتساوي ايه بقى؟ هضرب هنا في جذر 2 بسطا ومقاما. ليه؟ عشان اخلص من جذر 2 اللي في المقام دي، احنا واخدين كده قبل كده. هنضرب هنا في جذر 2 على جذر 2 هتساوي جذر 5 زائد 2 في جذر 2 ب 2 جذر 2. 2 في جذر 2 ب 2 جذر 2 وجذر 2 في جذر 2 ب 2. اضرب الجذر في روحه تطلع روح. هنعمل ايه بقى؟ هنا 2 وهنا 2. 2 على 2 فيها الواحد و2 على 2 فيها الواحد، يعني باقي لي جذر 5 زائد جذر 2. يبقى ده مين؟ ده بقى العدد ده نفسه، يعني العدد ده بعد ما عدلته بقى جذر 5 زائد جذر 2. المرافق بتاعه بقى هيبقى يبقى جذر 5 ناقص جذر 2. طب نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي اجعل المقام كل مما ياتي عددا نسبيا. المقام هنا اعداد غير نسبيه جذور اهي، فانا لازم نحط جذور يعني ملهاش قيمه، هي اعداد غير نسبيه، فانا عايزه اخليها نسبيه. عشان اخلي المقام عدد نسبي احنا كنا واخدين قبل كده لما بناخد مثلا 4 على جذر 2 كنا عشان نخلص، المقام ما بيحبش الجذور، فكنا عشان نخلص من جذر 2 كنا بنضرب في جذر 2 على جذر 2، يعني مثلا هتساوي 4 في جذر 2 ب 4 جذر 2 وجذر 2 في جذر 2 ب 2. لما نيجي نقسم نخلص من الاثنين، 2 على 2 فيها الواحد و4 على 2 فيها الاثنين، يعني ادتني 2 جذر 2. ده لما كان المقام في جذر واحد، لكن هنا ده مقدار من حدنا هو في جذرين. هنعمل ايه بقى؟ هنضرب في المرافق بتاع المقام بسطا ومقاما. يعني انا عندي هنا جايب لي 5 على جذر 7 ناقص جذر 2. هضرب في مرافق المقام اللي هو جذر 7 زائد جذر 2. المرافق اللي هو نفس الحدين دول بقى، بس بنحط بدل الناقص زائد، لو كان زائد بحط ناقص. وهنا جذر 7 زائد جذر 2 هقول بيساوي، هيساوي ايه؟ خلي ال5 بره وافتح القوس، حط المقدار ده فيه اللي هو جذر 7 زائد جذر 2. مش هنضربها دلوقتي، يمكن نختصر 5 مع حاجه في المقام. بعدين المرافقان بقى بنضربهم ازاي؟ ضرب عددين مرافقان ازاي؟ المترافقان دول ازاي؟ هقول لك اهو عشان اعرفك قبل ما ندخل نحل. العددين المترافقان لما بنيجي نضربهم بنقول الاول في نفسه، الاول في نفسه او الاول تربيع ناقص الثاني تربيع او الثاني في نفسه. ماشي؟ يعني انا جذر 7 في جذر 7 ب7، سالب في موجب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب2. احنا قلنا نضرب الجذر في روحه تطلع روح، يبقى 7 ناقص 2 بيساوي 5. او مثلا هقول له جذر 7 في جذر 7 ب7، سالب في موجب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب2. يبقى انا قانون ضرب العددين المترافقين بضربهم، نقول الاول تربيع، الاول ايه؟ تربيع ناقص الثاني تربيع، اللي هي برضو الاول في نفسه ناقص الثاني في ايه؟ في نفسه برضو، اللي هي ممكن نقول برضو الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، هي ماشي. طيب يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هقول له جذر 7 في جذر 7 بتدينا 7، سالب في موجب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب2. 7 ناقص 2 دي اصلا ب5، يعني 7 ناقص 2 دي ب5، وانت عندك فوق هنا 5 في جذر 7 زائد جذر 2. هتختصر 5 فوق مع ال5 اللي تحت راحوا مع بعض، هيتبقى لك هنا جذر 7 زائد جذر 2. يبقى انت كده خلصته من ان المقام ما يبقاش فيه جذور، خلينا العدد ايه؟ المقام عدد نسبي، ما هو العدد ده مقامه ايه؟ واحد. ماشي؟ طيب تاني واحده، جذر 3 على 2 ناقص جذر 3. جذر 3 على 2 ناقص جذر ايه؟ 3. عشان اخلي المقام عدد نسبي بضرب في المرافق بسطا ومقام. 2 ناقص جذر 3 مرافقها 2 زائد جذر 3، وهنا 2 زائد جذر 3. هقول بتساوي، خلي الجذر 3 دي بره اهي، وخلي الحد اهو 2 زائد جذر 3 المقدار من حدين ده.
وبعدين دول مترافقان، الاول في نفسه 2 في 2 او الاول في الاول 2 في 2 ب4، سالب سالب في موجب بسالب، سالب في موجب بايه بسالب، وجذر 3 في جذر 3 ب3، 4 ناقص 3 يعني 1، يعني انت باقي لك جذر 3 هتضربها في 2 يبقى 2 جذر 3 موجب في موجب بموجب، وجذر 3 في جذر 3 ب3، باقي لك 2 جذر 3 زائد 3 على 1 طبعا، يعني هي 2 جذر 3 زائد 3. طيب نيجي بقى للثالثه. جذر 7، التالتة جذر 7 زائد 3 على جذر 7 ناقص 3. هضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما، هضرب في ايه؟ مرافق المقام اللي هي جذر 7 زائد 3 على جذر 7 زائد 3، هقول بيساوي. انت عندك المقام عددان مترافقان، بتضربهم ازاي؟ الاول في نفسه او الاول في الاول، جذر 7 في جذر 7 ب7، سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9، وعندك هنا ده مقدار من حدين هضربه في مقدار، ما تقوليش دول مترافقان ليه؟ لان انت عندك هنا موجب وهنا موجب، يعني اشارات هي فبنضربه ازاي ده بقى؟ هنمسك الحد الاولاني اللي هو جذر 7، هنضربه مره في الجذر 7 ومره في ال3، جذر 7 في جذر 7 هيدينا 7، طيب زائد جذر 7 في 3 ب3 جذر 7، كل هنا حاجه زائد اهو، زائد ابدا بقى في الحد الثاني ده اهو، 3 في جذر 7 يبقى 3 ايه جذر 7، زائد برضو 3 في 3 يبقى 9، يبقى ايه 9. نبدأ بقى نصفي، هنقول 7 ناقص 2 دي يعني سالب 2، اشتغل فوق بقى 7 و9 يبقوا 16، زائد 3 جذر 7 و3 جذر 7 يبقى 6 جذر 7، عشان نختصر خد الاتنين بره عامل مشترك، 16 على 2 فيها 8 زائد 6 على 2 فيها 3، وهنا جذر ايه 7 على سالب 2، هنقسم على 2 فيها الواحد على 2 فيها السالب 1، طبعا موجب على سالب بسالب، حط السالب وده المقدار كله اهو، 8 زائد 3 جذر 7 هيساوي ايه بقى؟ بتضرب السالب مره في 8 يبقى سالب 8، السالب في موجب بسالب 3 جذر 7، يعني ادتنا كده سالب 8 ناقص 3 جذر 7. كده احنا خلصنا السؤال الثاني، ندخل على السؤال الثالث. بيقول لي 2 على جذر 7 ناقص جذر 5، س بتساوي 2 على جذر 7 ناقص جذر 5، وص بتساوي جذر 7 ناقص جذر 5. عايز قيمه س زائد ص لكل تربيع. اول حاجه دايما بتلاقي ان انت مثلا لو عندك س وص بتلاقي واحده فيهم مظبوطه كده احيانا يعني، والتانيه ممكن تكون مش مظبوطه، فاحنا اول حاجه هنظبط السين هتساوي 2 على جذر 7 ناقص جذر 5. عشان اخلص من المقام ده فانا بضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما، يعني هضرب في جذر 7 زائد جذر 5 على جذر 7 زائد جذر 5، هقول بتساوي، خلي الاتنين بره المقدار من حدين ده عشان ممكن نختصرها مع حاجه في المقام، وهنا جذر 7 زائد جذر 5. اضرب بقى المترافقان، جذر 7 في جذر 7 ب7 ماشي، سالب في موجب بسالب، جذر 5 في جذر 5 ب5 هتساوي 7 ناقص 5 دي 2 اصلا، 2 هتروح مع الاتنين يبقى باقي لك جذر 7 زائد جذر 5. دي مين بقى؟ دي س، دي ايه س، يبقى س هتساوي جذر 7 زائد جذر ايه 5. دي س نبروزها كده، نشتغل بقى اللي هو عايزه. هو عايز ايه؟ هو عايز س زائد ص الكل تربيع. خلاص هفتح القوس واحط له س واحط له ص وبعدين نربعه. هنفتح القوس اهو، س بكام؟ س ب احنا طلعناها جذر 7 زائد جذر 5 زائد، خلاص ما انتش هتحط المقدار اللي بعد كده في قوس ولا حاجه، هنا جذر 7 ناقص جذر 5، اقفل كل ده لكل اس 2. طيب خلص جوه القوس الاول، جذر 7 وجذر 7 يبقى 2 جذر 7، موجب جذر 5 وسالب جذر 5 راحوا مع بعض، يبقى اللي باقي في القوس جوه 2 جذر 7 لكل اس 2. 2 اس 2 ب4 مضروبه طبعا في جذر 7، جذر 7 في جذر 7 ب7 ماشي، يعني اضرب الجذر في روح تطلع روح، 4 في 7 ب28. كده احنا خلصنا المساله الثالثه. نشوف المساله الرابعه. بيقول لي اذا كانت س بتساوي 4 على جذر 7 ناقص جذر 3 وص بتساوي 4 على جذر 7 زائد جذر 3، عايز س تربيع ص تربيع. س تربيع ص تربيع دي يعني معناها س في ص الكل اس 2. تمام. طب انا عايز لما احنا مش هنعمل فيها حاجه لان عندك المقام عددين مترافقين، دخلهم جوه القوس على طول واشتغل، يعني مش هنخلي المقام هنلغي بقى الجذور منه ولا كده. انت هتفتح القوس عادي، هتقول 4
على جذر 7 ناقص جذر 3. ليه بقى؟ لان انت لما تضربهم في بعض اهو، وعايز س في صاد انت هتخلص المقامات هتبقى مترافقان، فضربهم في بعض هيطلع لك اعداد، فدي اسهل من ان انت بقى تقعد تحول المقام لعدد نسبي وهكذا. وهنا 4 على جذر 7 زائد جذر ايه 3، كل ده لكل اس 2. خلص دايما اللي جوه القوس الاول، 4 في 4 ب16. طيب جذر 7 في جذر 7 ب7، سالب في موجب بسالب، جذر 3 في جذر 3 ب3، كل ده لكل اس ايه 2، وهقول بيساوي. طب 16 على 7 ناقص 3 4، كل ده لكل اس 2. 16 على 4 فيها الاربعه لكل اس 2، 4 اس 2 بكام؟ 4 في 4 ب16، 4 في 4 بايه ب16. نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال 5 بيقول لي اذا كانت س بتساوي جذر 5 زائد جذر 3 اثبت ان 4 على س زائد 2 س بيساوي 4 جذر 5. المساله دي عندك طرفين، طرف يمين وطرف شمال، لازم تثبت انهم بيساوي بعض. امسك اليمين الاول وظبطه. اليمين بيقول لي 4 على س زائد 2 س. طب 4 على س يعني 4 على س اللي هي جذر 5 زائد جذر ايه 3، ماشي. المفروض اجمع عليها 2 س اللي هي 2 في جذر 5 زائد جذر 3. طب ليه يا مس سبت لنا المكان ده فاضي؟ عشان انا عندك هنا المقام غير نسبي، فانا عايزه اخلص منه، فهضرب في المرافق بسطا ومقام، ماشي، عشان بس اعرف يعني اجمع الحدين مع بعض. وهنا ايه جذر 5 ناقص جذر 3، هقول بتساوي، هنقول 4 بره اهي في جذر 5 ناقص جذر 3، وهنا جذر 5 في جذر 5 ب5، موجب في سالب بسالب، جذر 3 في جذر 3 ب3، زائد 2 مضروبه في جذر 5 زائد جذر 3. تعالى هنا كده 5 ناقص 3 دي 2 اصلا، 2 هتروح مع 2 على 2 فيها الواحد، 4 على 2 فيها الاثنين، يبقى انت عندك هنا 2 مضروبه في جذر 5 ناقص جذر 3. تعالى بقى نضربها كده، 2 في جذر 5 ب2 جذر 5، ماشي، موجب في سالب بسالب، 2 في جذر 3 ب2 جذر 3، زائد بدل زائد مش مهم نحط بقى المقدار اللي بعد كده كله في قوس، 2 في جذر 5 ب2 جذر 5، موجب في موجب بموجب عادي، 2 في جذر 3 ب2 جذر 3. جمع بقى 2 جذر 5 و2 جذر 5 يبقى 4 جذر 5، سالب 2 جذر 3 راحت مع موجب 2 جذر 3، سالب 2 جذر 3 راحت مع موجب 2 جذر 3. وفعلا ده الطرف اليمين طلع ب4 جذر 5 والطرف الشمال ب4 جذر 5، يبقى اذا هقول له اذا بقى 4 على س زائد 2 س بتساوي 4 جذر 5. نروح على السؤال اللي بعد كده. السؤال 6 بيقول لي اذا كانت ا بتساوي جذر 3 زائد جذر 2 وب بتساوي كده. هو دلوقتي انا عندي الب دي لازم اعدلها، هقول له بتساوي، هنضرب بقى ايه في المرافق بسطا وايه ومقاما، هنضرب في المرافق بسطا ومقاما عشان نظبط الب. يعني هنضرب هنا في جذر 3 ناقص جذر 2 وهنا جذر 3 ناقص جذر 2 هيساوي الواحد في جذر 3 ناقص جذر 2 هتبقى هي جذر 3 ناقص جذر 2، جذر 3 في جذر 3 ب3، موجب في سالب بموجب بسالب، موجب في سالب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب2، 3 ناقص 2 1، يعني هتساوي جذر 3 ناقص جذر 2 على 1 يعني جذر 3 ناقص جذر 2. تمام، ده مين؟ ب. هو عايز ايه بقى؟ دي ب اهي، هو عايز ا تربيع، ا تربيع ناقص ب تربيع. ا تربيع ناقص ب تربيع دي اصلا بتجيلي من ايه؟ من ضرب عددين مترافقين في بعض اللي هو ا ناقص ب في ا زائد ب، يعني ا تربيع ناقص ب تربيع دي جايالي من ضرب عددين مترافقين في بعض اللي هم ا ناقص ب في ا زائد ب. خلاص يبقى انا بدل ما اجيب ا تربيع ناقص ب تربيع هجيب ا ناقص ب و زائد ب. هنفتح القوس واقول له ا ناقص ب، فين ا كانت بكام؟ بجذر 3 زائد جذر 2 ناقص ب اللي هي بكام؟ جذر 3 ناقص جذر 2. دول كده اول قوس مضروب في القوس الثاني اللي هو ا زائد ب، ا بجذر 3 زائد جذر 2 زائد ب، بدل زائد ما بتحطش اللي بعده في القوس لان عادي بقى خلاص مش هيغير في الاشارات، ب اللي هي جذر 3 ناقص جذر ايه 2. تعالى صفي هنا كده، هقول بيساوي هنا الاولاني ده جذر 3 عادي زائد جذر 2 وبعدين سالب في موجب بسالب يبقى سالب جذر 3 وسالب في سالب بموجب يبقى موجب جذر 2، لان دايما السالب بيدخل يغير اشارات المقدار اللي بعده كله. لما اخلص اصفي ده ارجع بقى اضربه تاني هنا، جذر 3 وجذر 3 يبقى 2 جذر 3، موجب جذر 2 راحت مع سالب جذر 2. طب هنا صفي سالب جذر 3 راحت مع موجب جذر 3، هنا جذر 2 وجذر 2 يبقى 2 جذر 2، يعني انت بتضرب 2 جذر 2 في 2 جذر 3، هتضرب العدد في العدد 2 في 2 ب4.
طبعا بينهم علامة الضرب بينهم وبين الجذور، يعني جذر 2 في جذر 3 بجذر 6، يبقى ادتنا 4 جذر 6، 4 جذر ايه 6. نشوف المسألة السابعة. بيقول لي إذا كانت س بتساوي جذر 5 ناقص جذر 3 وصاد بتساوي 2 على جذر 5 ناقص جذر 3. عايز قيمة ده. تعالى الأول نظبط صاد. نظبط ايه؟ صاد. صاد هنا هضرب في المرافق بسطا ومقاما، هضرب في المرافق بسطا وايه ومقاما. جذر 5 ناقص جذر 3 مرافقها هنقول جذر 5 زائد جذر 3. هنقول ايه؟ جذر 5 جذر 5 زائد جذر 3 ماشي، على جذر 5 زائد جذر ايه 3 ماشي. طيب هنقول بيساوي 2، وهنا خلي جذر 5 زائد جذر 3 اهي. هنا جذر 5 في جذر 5 ب5، سالب في موجب بسالب، وجذر 3 في جذر 3 ب3. 5 ناقص 3 دي 2، 2 على 2 فيها الواحد، و2 على 2 فيها الواحد، يبقى هنا باقي لي جذر 5 زائد جذر 3 على 1 اهي، جذر 5 زائد جذر ايه 3. طيب دي اهي جذر 5 زائد جذر 3 دي من بقى صاد، يعني صاد بعد ما جبناها بقت جذر 5 زائد جذر 3 مرافق س اصلا. طب المقدار اللي هو قال لي عليه اللي هو س تربيع زائد 2 س صاد زائد صاد تربيع. لو تفتكر المقدار ده هو بيجي لك من مفكوك العدد. ايه مفكوك العدد ده؟ اللي هو لما يكون عندي س هنا س وهنا صاد عشان تربيع وتربيع، وفينا العلامه في النص زائد، يبقى هنا زائد، وكل ده لكل اس ايه 2. يعني ده هو لما انت بتيجي تفك ده س زائد صاد لكل اس 2 بيقول لك الاول في نفسه، الاول في نفسه والتاني في نفسه ودايما موجب، التاني في نفسه ودايما موجب، وبنيجي في النص هنا كده نقول ايه؟ الاول في التاني في 2. ده مفكوك العدد ده. هو كده فعلا الاول في نفسه س في نفسها س تربيع، والتاني في نفسه صاد في نفسها صاد تربيع اللي هو جايبه لي ده س تربيع وصاد تربيع، وبعدين الاول في التاني س في صاد في 2، يبقى 2 س صاد. يبقى ده هو كله عايزنا نجيب له ايه؟ س زائد صاد لكل اس 2. عايزنا نجيب له س هقول له س زائد صاد الكل اس ايه 2 هيساوي س بكام؟ جذر 5 ناقص جذر 3 زائد صاد، بدل زائد ما بحطش حاجه في قوس، جذر 5 زائد جذر 3 كل ده الكل اس 2. صف اللي جوه القوس الاول. هنا دلوقتي موجب جذر 5 موجب جذر 5 وموجب جذر 5 يبقى 2 من جذر 5، 2 من جذر 5. عندك سالب جذر 3 وموجب جذر 3 دول راحوا مع بعض، 2 جذر 5 لكل اس 2 هتساوي 2 اس 2 ب4. بين الاثنين والجذر فيه جذر 5 في جذر 5 ب5، 4 في 5 ب20. دي المسألة رقم 7. نروح على المسألة رقم 8. بيقول لي إذا كانت س بتساوي جذر 5 ناقص جذر 2 وصاد لازم نظبط صاد الأول، لازم نظبط صاد الأول. هقول له صاد بتساوي صاد هنضرب في المرافق بسطا ومقاما، يبقى صاد اهي صاد هتساوي 3 على جذر 5 ناقص جذر 2. هضرب في مرافق جذر 5 زائد جذر 2 على جذر 5 زائد جذر 2 هيساوي 3 بره اهي، وخلي الجذر 5 زائد جذر 2 جوه القوس. ما تضربش في القوس لحد ما نشوف 3 هنختصرها مع حاجه تحت ولا ايه. جذر 5 في جذر 5 ب5، سالب في موجب بسالب، جذر 2 في جذر 2 ب2. 5 ناقص 2 كام؟ 3. طب 3 هتروح مع ال3 يتبقى لي هنا جذر 5 زائد جذر 2، يبقى صاد هتساوي جذر 5 زائد جذر 2. دي صاد ماشي. صاد طلعت بجذر 5 زائد جذر 2، جذر 5 زائد جذر ايه 2. عايز بقى س تربيع. هو عايز س تربيع ناقص 2 س صاد زائد صاد تربيع. دي برضو قلنا الاولاني تربيع والتاني هو جايبه لك، يعني هنا تربيع في الاول وتربيع في الحد الثالث، يبقى دي كانت س وهنا صاد، واللي في النص العلامه ده هي ناقص، لان هنا 2 س صاد يعني جايه لك من الاول في نفسه والتاني في نفسه والاول في التاني في 2 اللي هم مفكوك العدد اللي كنا بنجيبه. س ناقص صاد لكل اس 2، يبقى الاشاره زي اللي في النص هتساوي. حط س بكام؟ جذر 5 ناقص جذر 2 ناقص صاد بكام؟ جذر 5 زائد جذر 2. انا حطيت بعد الناقص بعمل القوس عشان السالب بيغير اشارات المقدار اللي بعده كله، يعني هتساوي جذر 5 ناقص جذر 2، سالب في موجب بسالب يبقى سالب جذر 5، وسالب في موجب بسالب يبقى سالب جذر 2. السالب بيغير اشارات المقدار اللي بعد كل ده لكل اس 2. غير بقى يعني شوف اللي جوه بقى القوس اعملهم مع بعض. جذر 5 وسالب جذر 5 راحوا مع بعض، باقي لي ايه بقى؟ سالب جذر 2 وسالب جذر 2، يبقى سالب 2 من جذر 2 لكل اس 2.
طيب سالب 2 أس 2 بكام؟ سالب 2 في سالب 2 ب4. بين الاتنين والجذر علامة الفي. جذر 2 أس 2 يعني جذر 2 في جذر 2 ب2. 4 في 2 ب8. كده احنا خلصنا الصفحة الأولانية من تدريبات كتاب المعاصر. بإذن الله نكمل في فيديو تاني عشان ما يبقاش طويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.